السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة الأخبار المقدمة من قناة أخبار تركيا بالعربي. اليوم لدينا في الخبر الأول: أصبح بإمكان السوريين الذين افتتحوا حساب في هذا المصرف استخدامه. والخبر الثاني: تركيا تعلن عن حملة إسكان لمتوسطي الدخل. والخبر الثالث: إصابة امرأة سورية وابنها بجروح بعد هروبهم من لص في منزلهم. ولكن قبل البدء في هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل جديد. تلقى عملاء مصرف فينانس رسائل من المصرف تخبرهم بإمكانية استخدامهم لخيارات التقسيط لبعض المنتجات المتوفرة في بعض المتاجر الإلكترونية، وذلك بموجب بطاقة الائتمان الكريدي التي يمنحها المصرف للسوريين عند فتح الحسابات. ولدينا في الخبر الثاني: تركيا تعلن عن حملة إسكان لمتوسطي الدخل. بحسب ما نشره موقع خبر ترك، فإن حملة إسكان ذوي الدخل المتوسط تهدف لبناء 5 ملايين منزل في اسطنبول، و3 ملايين منزل في أنقرة، و3 ملايين منزل في إزمير، ومليوني شقة في بقية الولايات. وسيتم البدء باستقبال طلبات التسجيل في اليوم 16 من كانون الثاني عبر موقع إلكتروني يتم تجهيزه الآن. ولدينا في الخبر الثالث: إصابة امرأة سورية وابنها بجروح خطيرة بعد هروبهم من لص في منزلهم. بحسب ما نشرته صحيفة جمهوريات، فإن الحادثة وقعت في منطقة أنيغول، وحسب ما قيل أن المواطنة السورية مريم النجار رأت لصا يقوم بالسرقة وهو يحمل سكينا في يده في منزلها. حاولت المرأة الهروب مع ابنها الذي عمره 5 أعوام حتى لا يؤذيها المشتبه به، وقفزت من الشرفة وتم نقلهم للمستشفى، وحاليا هم بحالة جيدة. وبهكذا نكون قد انهينا أخبارنا اليوم. شكرا لكم على حسن الاستماع ودمتم بخير.